الحال وتعود الآن في خط وسط الميدان. صراع جيد. وليد أزارو خطير هذه المحاولة والهدف. خطير هذه المحاولة والهدف لفريق الدفاع الحسني الجديدي. هدف لفريق الدفاع الحسني الجديدي فرحة عارمة للاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي. أحدث كان هناك خطأ في الانتشار وبالثاني سجل الهدف الأول. نتابع الآن بمعمر. كانت محاولة خطأ للاعب يوسف ربح. وليد أزارو اختطف هذه الكرة ومرر على طبق من ذهب. قلت بأنه اللاعب أحدث كان لاعب لحد الآن منضبط في الخط الأمامي. حميد أحدث. وليد أزارو تابع مرر تمريرة على طبق من ذهب وأحدث يسجل الهدف الأول. إذا الآن فريق الدفاع مرة أخرى لأناجم. ونجم خلال هذه المحاولة سيبحث والحكم يقول ضربة جزاء محمد أناجم. قلت بأنه لاعب فريق الوداد البيضاوي. 4 تغييرات يمكن أقول بأنه لاعبين وازنين على مستوى الخط الأمامي، وبالتالي أكيد عبد الرحيم طالب يعرف قيمة لاعب فريق الوداد وبالتالي يعلم صعوبة هذا المباراة كما قلت. نتابع محمد أناجم. هذه المحاولة التي على إثرها أعلن الحكم ضربة جزاء. يوسف أقردوم الإدريسي هو الذي كان وراء هذه المحاولة وضربة جزاء الآن لصالح فريق الوداد البيضاوي. ضربة جزاء سينفذ أعتقد لاعب فابريس أونداما. أو الدفاع الحسني يحتج بشكل كبير على قرار الحكم بداعي ضربة جزاء. سنتابع فابريس أونداما ويسجل الهدف لفريق الوداد البيضاوي. هدف التعادل وعدم الاطمئنان لفريق الوداد البيضاوي بعد أن كان سجل فريق الدفاع الحسني الجديدي. إذن فابريس أونداما سجل الهدف. سنتابع فابريس